ريال مدريد طلع من دور الابطال وبرشلونه كذلك، بس الجماهير حرب عالميه بيناتهم، هذا يشمت وهذا يرد عليه، وكانه واحد منهم يتاهل نصف نهائي. يا جماعه ترى الفريقين طلعوا من البطوله، بس واضح انه 75% من جماهير الفريقين ما يفهمون شيء بكره القدم، المهم عنده انه يشوف الفريق الثاني يخسر. هاي مو عقليه مشجع حقيقي لكره القدم، هاي عقليه مشجع ينتظر سقوط غيره اكثر من نجاح فريقه. والمشكله الاكبر الجماهير تتعارك بيناتهم وناسين السبب الحقيقي لخروج فريقهم من الابطال. ومن تسال جماهير برشلونه شو سبب الخساره، راح يقول لك الحكم، طرد كوبارسي، طرد غارسيا، جزاء الاولمو. ومن تسال جماهير ريال مدريد راح يقول لك الحكم، طرد كامافينجا، واصابه كورتوا. ما عندهم غير اعذار. بس انت اذا تركز شويه راح تعرف من سبب الخساره. برشلونه وريال مدريد كان من المفترض انه هم يكونون طرفي نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، بس اربيل وفليك الاغبياء ضيعوا هاي الفرصه وضيعوا هاي المتعه على الجماهير وعلى العالم، انه تشوف برشلونه وريال مدريد طرفي نهائي دوري ابطال اوروبا. بالنسبه لفليك شلون ضيع المباراه؟ انت دقيقه 25 متقدم 2-0 على اتلتيكو وبملعبهم، اهدأ شوي، ارجع للدفاع، ارجع خطوه. شنو هذا الدفاع المتقدم؟ شنو هذا الضغط المبالغ به؟ اهدأ، العب دفاع، العب كره بسيطه. اول وتالي سيميون وفريقه راح يهجمون عليك، راح يتركون مساحات، اضربهم بالمرتده وقول الثالث والرابع وانهي اللعبه وتأهل للنصف، وارسنال ما عندهم شيء تتأهل للنهائي. وبالنسبه لاربيل هو الفريق مستقر وضرب بايرن ميونخ باكثر من كره مرتده وكان عندهم فرصه حتى يتأهل، بس اربيلوه الخبير المدرب اللي يحس روحه انه انشيلوتي، يحس روحه انه مورينيو، سحب افضل لاعب اللي هو ابراهيم دياز، دخل لي كامافينجا العاهه اللي سوى طرد باقل من نص ساعه عليه وخلى فريقه يتحمل. هذا الشيء ما يتحمل اللاعب، يتحمل اربيلوه. فصدقوني فليك اربيلوه هم سبب خساره، لان كافي عفن كروي وقرف كل سنه ما جاي نتحمله. ومتجي للجماهير ماكو واحد بيهم رياضي، عذرا 75% مع احترامي للباقين، اي احد بيهم يركز على الفريق الثاني، على الخصم، على الحكم. يا اخي ركز على فريقك، ركز على الاخطاء اللي تصير لفريقك، تعلموا، تثقفوا كره القدم شويه.